قوي دلوقتي. وبس متولد قبليه بقى. انت ب4 سنين. ايوه سنه 48 سنه الحرب. و 50 وانت اتولدت سنه 50. انت 50 صح. طبعا الجمهور، احنا بنتكلم على الذوات اللي في ذات. مين هي الذات الرئيسيه في العمل؟ بصي، يعني انا وجهه نظري الذات الرئيسيه في العمل هي مصر. أيوة. يعني هو رمز. ومن خلال عيله ذات احنا بنتعرف على مصر. يعني هو ده الملخص اللي هقول في كلمتين. انت كنت بتقولي انا مش بتكلم في السياسه وما بتفرجش على برامج توك شو. شكرا. عمرك ما اتفرجتش عليا؟ لا طبعا، لا انا ما عمري ما قلت كده على فكره. ما قلتيش كده؟ لا قايلين لي ان انت قلتي ما بتفرجش على برامج توك شو وزهقت من السياسه. لا انا زهقت. طلعتي سياسيه قوي وبتروحي تعملي اعتصامات وحاجات. لا انا بتفرج على لا بتفرج على التوك شو بس ما بحبش السياسه. وبعدين ما قالوا ان السياسه نجاسه، يعني في واحد صاحبنا قال كده. في واحد صاحبنا قال السياسه عنده عند الاهل هناك يعني. قول لي احنا في تيبستان. احنا في تيبستان، وانا برحب بيكم في تيبستان باسم، وبقول لكم يعني اي لجوء سياسي احنا جاهزين. ما احنا هندور على حته عشان في تهديدات. لا مش هنمشي. ما احنا هنروح كلنا في حته واحده. هنفضل في مصر، هم اللي يمشوا. ما هم كانوا بيقولوا لمبارك في المظاهرات هو يمشي مش هنمشي، هو يمشي مش هنمشي مبارك. احنا بنقول دلوقتي. الشعب المصري يقولها في اي وقت دي طبعا. عنده القدره انه يقولها ويقرر. شعب حر وطيب وجدع، وكل البلاد العربيه اتعلمت مننا كل حاجه حلوه يعني. احنا عندنا كبير البصاصين، اسمح لي يا عمر، اننا يجي عشان احنا لما بيخش عندنا ضيوف لازم نطمن ان صحيفتكم الجنائيه سليمه. أيوة. انا صحيفتي الجنائيه اعلاميه، انتوا عارفين دلوقتي صحيفتنا الجنائيه مش نظيفه ابدا. انت عارفه انه انا صحيفتي الجنائيه التهمه اللي لبسوها لي قبل كده دي كانت ايه؟ تخابر. كان تخابر في عينك. ما هو كلهم بيتقبض عليهم تخابر وبيهربوا دلوقتي. يعني ايه تخابر؟ يعني ايه تخابر؟ تخابر يعني جواسيس. اوكي. التخابر. اصل انا اعرف واحد عليه قضيه تخابر. مين اللي عليه ده؟ واحد اعرفه. مين يعني واحد اعرفه؟ واحد من الاهل والعشيره. تعرف جواسيس؟ واحد وكلنا عارفينه وبلاش نجيب سيرته. بتعرف جواسيس انت يعني؟ انا عارفه هعمل ايه. وراح فين ده؟ كان بيزعق للناس اول امبارح بصباعه برضه. تعالى كبير بصاصين عشان تقول لنا. كبير البصاصين. وكنت بقول لك بقى على ما يجي كبير البصاصين كانت تهمتي بقى قبل ما اجي تيبستان ونستقر هنا، كانت تهمتي تجدير الامن العام والاساءه الى سمعه البلاد ونشر المش عارف ايه الحاجات اللي مش ايه اللي جايبه في ايدك ده. معلش انا اسف يا مولاتي، لان ضيوف حضرتك ما طلعوش عاديين. بيهربوا حاجه؟ مهربين؟ الاساتذه داخلين بحاجات ممنوعه تخش تيبستان. ايه يا سيدي؟ الاساتذه دخلوا على الحدود، الرجاله بتوعي ظبطوا معاهم الاتي.